اهلا بيكم في اول حلقه من حلقات سلسله كوني جميله. ايه السلسله دي او ايه حلقات كوني جميله؟ هو انا النهارده وظيفتي ان انا اخليكي جميله. طب ازاي؟ كل حاجه انا بعملها عشان اكون جميله فانا هنقلها لك. ازاي اخليكي متدلعه، ازاي اخليكي ليدي كده جميله مش محتاجه اي حاجه. فانا دي مهمتي، فانا هقدر ان انا انقل لكم كل ده عن طريق السلسله دي، لان انا هخلي سلسله فيديوهات، كل فيديو 3 ل5 دقايق بتكلم فيها عن حاجه مختلفه ازاي تهتمي بيها. شعرك، بشرتك، رموشك، حواجبك، ازاي تعملي سكراب لشفايفك، ازاي تهتمي بضوافرك، ازاي تهتمي بجسمك، ازاي تعملي سكرابات لجسمك، ازاي اللي انت لو تخينه تبقي رفيعه، لو انت رفيعه ازاي تبقي تخينه، مش تخينه تبقي الوظه. فكل ده هنعرفه مع بعض ان شاء الله من خلال سلسله حلقات كوني جميله. فالنهارده اول حلقه معانا في كوني جميله، انا مش هطول عليكم، هتكلم عن الشعر. فالشعر ده لوحده هياخد مني زي 3 4 حلقات او 5 حلقات كمان. كل حلقه انا بتكلم فيها عن حاجه معينه في الشعر. حلقه النهارده انا مش هطول فيها، هحتاج من وقتكم بس 4 دقايق عشان ما تملوش. فاللي انا هتكلم فيه هدي نصايح ازاي تهتمي بشعرك، او شعرك بيضر من ايه فانت تتغاضيه. والحلقه اللي جايه هقول لكم تستخدموا ايه الشامبو، وايه اللي انتوا تستخدموه كفيتامينز حلوه لشعركم، ازاي تستخدمي السيرم. كل ده انا هقدر ان انا اديهولكم الحلقه اللي جايه. الحلقه اللي بعدها هنشوف، لا ما قلتوش الحلقه اللي جايه فاقول الحلقه اللي بعدها. فيلا بينا نبتدي ونشوف انت ازاي هتبقي جميله وازاي هتهتمي بشعرك. يلا بينا. ازيكم حبايبي، عاملين ايه الاخبار؟ النهارده هتكلم عن الشعر. شعرك ده عباره عن ريحانه، تاج تزيني بيه. هو زيه زيك بالظبط، روح بتتنفس، محتاجه حد يهتم بيها، محتاجه تتغذى صح، محتاجه ما تتعرضش لدرجه حراره اعلى عن اللزوم، محتاجه اللي هي يتحط لها شامبو يكون كويس، خالي من الصوديوم وخالي من السلفات، محتاجه اللي هي محتاج كونديشنر كويس، محتاج سيرم كويس، محتاج اللي انت اي حاجه بتستخدميها على شعرك تبعدي عن الجذور وعن الفروه، اللي انت تعملي في الاطراف ومن بره بس. محتاج كمان تغذيه كويسه. طب التغذيه دي هتيجي ازاي؟ هتبقى عباره عن التغذيه دي عن شرب الميه يوميا 2 لتر. لازم تشربي ميه كتير جدا. الميه دي مش هتفيد شعرك بس، لا هتفيد بشرتك، هتفيد اللي انت التجاعيد بتاعتك ما تظهرش بسرعه، هتفيد اللي ما يظهرش هالات سودة، هيفيد ان ضوافرك تبقى قويه، هيفيد كمان جسمك. فلازم تشربي ميه كتير. تاني حاجه لازم تكون تغذيه الشعر، اللي احنا قلنا الزيوت والكونديشنر والشامبو والسيرم. لا برضو انت محتاجه تغذي نفسك كويس عشان تقدري اللي انت التغذيه اللي تغذيها لجسمك عن طريق الاكل فان هو يوصل يغذي شعرك. طب شعري انا محتاج كالسيوم، محتاج حديد، محتاج فيتامينز، فكل ده بلاقيه في الخضروات. فاكل جرجير كتير. الجرجير ده من الحاجات الهايله جدا، انا ما بحبوش بس بقيت اجي على نفسي واكله عشان الاقي نتيجه حلوه على شعري. تاكلي كل يوم حسبتين فبيدي نتيجه هايله فظيع. برضو من الحاجات اللي انت تاكلي فلفل الوان حلو قوي، اللي انت تاكلي بروتينات حلوه برضو لشعرك ولبشرتك، من الحاجات الكويسه. طبعا النوم بدري، النوم من الحاجات المهمه جدا جدا، اللي بتاثر على النفسيه وبتاثر على الشعر وعلى البشره وعلى كل حاجه في جسمك. فلازم جسمك يكون مرتاح كويس ومتغذي كويس عشان تقدري توصلي ده لشعرك. فالنوم من الحاجات برضو اللي بتاثر على الشعر. وبكده اكون خلصت اول حلقه من حلقات كوني جميله، وقلنا معلومات عن الشعر. يا رب اكون فدتكم، كنت ضيفه خفيفه عليكم. وان شاء الله انتظروا الحلقه اللي جايه، ان شاء الله هتبقى يوم يومين وهتلاقوها نزلت. هتبقى الحلقه اللي جايه برضو عن الشعر، هتلاقوني بقول لكم ايه الشامبوهات اللي ممكن تستخدموها تبقى حلوه جدا وتفيد شعركم. وانتظروني في حلقه جديده من كوني جميل.